اهلا بيك، انا دكتور احمد فكري، اخصائي تركيبات ثابته في اوبال دنتال كلينيك. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا وبرانش مهم جدا جدا في طب الاسنان، وهو زراعه الاسنان. في الفتره الاخيره ومع التطور اللي حاصل في طب الاسنان، الزراعه كان ليها النصيب الاكبر في التطور ده. مع الديجيتال دنتستري وطب الاسنان الرقمي، الزراعه تطورت جدا جدا جدا. يعني ايه يا دكتور زراعه اسنان؟ زمان لما كان بيبقى عندي مثلا سنه مش موجوده، عشان نعوض السنه دي كنا بنحتاج نبرد السنه اللي قبلها والسنه اللي بعدها، وبنركب عليهم ما يسمى بالكوبري او البريدج علشان نعوض السنه دي. ده كان بيحتاج ان احنا عشان نبرد سنان سليمه كان بيبقى الموضوع مش الطف حاجه. دلوقتي مش محتاجين نعمل حاجه خالص، لان احنا بنعوض بس السنه اللي مش موجوده. بيفيدنا في حاله الناس اللي ما عندهمش اسنان خالص. زمان كان الحل الوحيد للموضوع ده ان احنا بنعمل طقم الاسنان. طقم الاسنان بقى بمشاكله الكتير والتقرحات والمشاكل بتاعته، دلوقتي نقدر نستغنى عن كل ده بزراعه وتركيبات ثابته فوق الزراعه، ناكل عليها كل اللي احنا عاوزينه، نرجع ابتسامتنا تاني، نرجع شبابنا تاني.